السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ودايما بأفضل حال. ندخل في كلامنا على طول عشان ما اطولش عليكم في المقدمة. مبروك يا ست الكل، ابنك كبر وبقى راجل قد الدنيا ورفع راسك وبقى عريس قد الدنيا، جابلك عروسة زي القمر. ها، قلتيلي بقى العروسة دي هتتعاملي معاها ازاي؟ اظن احنا حاطين خطتنا من زمان قوي ان مرات ابني هي اللي هتخدمني. ما هو مرات ابني لازم تبقى خدامة. انت استغربتي ليه؟ هي بتختلف في المسميات بس. مش هو ده اللي انت عاوزه مرات ابنك تخدمك تبقى خدامه؟ للعلم انت مش هتقبلي كده على بنتك. لو بنتك جه جوزها قال لها روحي خدمي ماما، انت اول واحده هتقفي، هتقولي انا ما ربيتش وكبرت وصرفت وعلمت عشان تيجي بعد كده انت تقول لي مراتي تبقى خدام، بنتي تبقى خدامه. مش هو ده اللي انت هتقوليه؟ بس احنا بنحكم بمكيالين، ومش معنى كلامي ان انا بقول ان البنت ما تشيلش حماتها وان البنت ما تخدمش حماتها، بس في فرق ان البنت تساعد بمزاجها وان البنت تبقى غصب عنها. للاسف في اسر بيتعاملوا ان مرات ابني خدامه، ملهاش حل تاني. انت تطلعي تمسحي السلم، انت فرض عليكي تيجي تروقي لي، انت فرض عليكي تيجي تنضفي لي الحمام، انت. معلش، هو انت قبل ما مرات ابنك تيجي كنت بتعملي ايه؟ كنت قاعده مش نظيفه؟ ولا انت بتتعاملي ان انا خلاص هوفر صحتي؟ لا، لو الاكبر بقى تلاقي الواحده من دول عندها بنت واتنين وتلاته وتيجي تستنى مرات ابنها عشان هي اللي تيجي تغسل لها وتنضف لها وتعمل لها وتسوي لها. سوري، ولادك فين؟ بناتك فين؟ مرات ابنك لو عملت فهو فضل مش فرض، ابنك اللي ملزم بيكي. اسمعي مني، انا ما باجيش عليكي. انا في يوم من الايام برضه هبقى حما زيك، وابني هيجيب لي عروسه جميله، بس ساعتها هتعامل معاها ان هي بنتي التالته، مش هتعامل معاها ان هي خدامه. هو احنا اتربينا على كده؟ اصل انا اتربيت في بيت بيقول كده، بيقول ان البنت اللي جايه دي واحده مننا، مش جايه واحده تخدمنا. لكن كون ان انا هجوز ابني وهصرف عليه شويه فلوس عشان يروح يجيب لي خدامه تشتغل عندي طول العمر، لا حرام. هتتحاسبي عنها يا ست الكل. اتقي الله في بنات الناس، واللي انت هتعمليه هتلاقيه. اصل هو داين تدان والديان لا يموت. وسبحانك يا رب، مفيش حاجه حد بيعملها غير لما بيلاقيها بالظبط. بالظبط، والله ده النفس اللي بتتنفسيه هتلاقيه، الكلمه اللي بتقوليها هتلاقيها. ويا شيخه اعملي لاخرتك، اعملي لاخرتك. ده محدش حاطط على نفسه خيمه. على الاقل يوم لما تيجي تتعبي تلاقي بنت الناس دي تشيلك. انا مش باجي عليكي، والله ما باجي عليكي. انا فاكره في حد في مره، يعني حد من صحابي، هي حد جامعي وكليه قمه، فكان خطيبها. يعني هي ممكن تستغرب لو هي شافت الفيديو ده. الحد اللي هي كانت مخطوبه له قال لها ايه؟ قال لها بالنص كده: انتي مش هتنزلي تشتغلي، تمام؟ كليه قمه، ناس تعبانة ومذاكرة وطفحانة الدم عشان تجيب 97 و98 و99%. فهو أول حاجة قال لها انتي مش هتنزلي تشتغلي. طيب مش هنزل اشتغل ليه بقى؟ عشان انتي دورك بعد كده هتبقي تقعدي مع ماما في البيت، تطلعي تربي معاها الفراخ. انت بتقول ايه؟ انت واعي للي انت بتقوله؟ يعني انا واحده قضيت عمري كله في اني بذاكر وبتعب عشان احقق الكارير بتاعي وعشان احقق ذاتي وعشان اوصل اللي بتمناه، وتيجي انت بعد كده بكل اريحيه وبكل بساطه عشان تريح مامي تيجي تقولي طز في حلمك وطز في اللي انت تعبتي فيه ده كله واقعدي ربي الفراخ؟ فراخ ايه؟ فراخ ايه؟ ما تقعد انت ربي الفراخ مع مامي، يكش تقعد تبيضها كمان. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ إيه؟ ما هو معلش، ما هو لو اللي بيتكلم اهبل، اللي بيسمع لازم يبقى عاقل. انت بتحكي في ايه؟ لو انت عاوز واحده بقى تربي الفراخ، طب ما كنت جبت واحده اصلا امكانياتها ان هي تربي فراخ، مش تروح تاخد واحده كليه قمه عشان تيجي تربي لك الفراخ مع مامي. هل مامي راضيه بكده؟ ولا طبعا هيبقى زي العسل على قلبها ان قد ايه ابني حبيبي ونور عيني بر بيا، قد ايه قلب امه بر بامه، وحتى هيجيب مراته اللي هي كليه قمه يخليها تسيب حلمها وطموحها عشان تيجي تربي لي الفراخ وتنظف تحتها. انتوا بتحكوا في ايه؟ انتوا متقيين الله في بنات الناس، ولا انتوا مش عارفين اخرتكم رايحه فين، ولا انتوا بتتعاملوا ازاي؟ انا مش عارفه، انا مش عارفه. واللي تلاقي مرات ابنها حامل وتعبانه وربنا وحده اللي يعلم بيها تقول لها تيجي تنضفي لي الشقه وتمسحي لي السلم، ليه؟ هو بدل ما انت اللي تساعديها؟ مش عايزه تساعديها ما تساعديهاش.
بس على الاقل سيبيها، الله يكون في عونها على اللي هي فيه. واللي تلاقي مرات ابنها في مشكله ما بينها وما بين جوزها، يلا بينا دورنا، يلا نسخن، يلا نعمل حريقه ونقعد نتفرج، يكش نتدفى في الساعه دي. والله العظيم هتتحاسبوا، والله العظيم هتتحاسبوا. كون ان انتي اصلا بتتدخلي في حياه ابنك ومراته، فانتي مالكيش حق في ده. كون ان انتي سامحه لنفسك ان انتي تتدخلي في خصوصيات غيرك، مالكيش حق في ده. والله يا ست الكل انا مش باجي عليك، وهعدلك تاني، انا في يوم من الايام هبقى مكانك لو ربنا اراد واداني العمر. بس انا عمري ما هعمل ده، بامر الله يعني، عمري ما هعمل ده. بالعكس، ده انا هاجي على ابني عشان مراته، لان انا عارفه ان القوامه هتبقى مع ابني، فانا هاجي عليه هو. ابني هيستحملني، مراته هتزعل مني، فانا هقول له انت اللي غلطان، وراضي مراتك وشوفها عاوزه ايه. يوم لما يجي يقول لي مراتي تخدمك، اقول له لا يا ابني، انت ما تغصبهاش على حاجه، هي براحتها، عايزه تساعدني على راسي كتر خيرها، مش عايزه تساعدني فخلاص شكرا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وزي ما كنت بتعامل قبل ما انت تتجوز هتعامل بعد ما انت اتجوزت بس. لكن حته ان فرض عليكي تيجي تخدميني، وفرض عليكي ان انت ما تباتيش بقى فوق في الشقه وتيجي تقعدي معايا ليل ونهار، ولا لا انت عايزه تباتي في شقتك خلاص بس تطلعي على النوم، اصل هي دي شروط بيت العيله. مين اللي شرطها؟ كتبناها في عقد الجواز، دي كانت بند ماضينا عليه كده قبل ما نتجوز. فوقوا يا جماعه واتقوا الله، اتقوا الله. هتقبلي كده على بنتك؟ والله ما هتقبليها، والله ما هتقبليها. ويوم لما هيتقال كده لبنتك، انت هتقفي وهتعملي محاكمة عادلة، وهتلمي جميع الأطراف والشهود والجناه وتعملي قاضي ان انا بنتي ما تعملش وما تسويش، بنتي الله يكون في عونها وكفاية عليها بيتها وولادها. لكن بنات الناس هتستحل يتعبهم عادي، ملزمين ان هم يجوا يخدموني عادي. خلوا الدنيا تمشي بالحب، اتقوا الله بنات الناس. طول ما مرات ابنك بتحبك هتديكي عينيها، هي نفسها اللي هتبقى حباكي، هي نفسها اللي هتبقى عايزه تقعد معاكي، هي نفسها اللي هتدور عليك، هي نفسها اللي هتبقى عايزه تريحك، اصل هي شايفه منك المحبه. لكن طول ما مرات ابنك حاسه ان انتي بتستغليها، او حاسه ان انتي بتشغليها، او حاسه ان انتي قصدك تهينيها، طب هي يعني هتخدمك ليه؟ هتخدمك ليه؟ هتتعب عشانك ليه؟ اتقوا الله، اتقوا الله، واعرفوا ان اللي انتي بتعمليه هتلاقيه. والله العظيم شفناها بعينينا، ان اللي انتي عملتيه يا حما في مرات ابنك اتردلك بالنص في بنتك. وساعتها وقفتي وعملتي مشكلة ان انا بنتي ما تعملش وما تعملش وما تعملش. اتقوا الله وافتكروا اخرتكم، اتقوا الله واعملوا اليوم ان انتوا تيجوا تتعبوا فيه تلاقي بنت الناس دي تشيلك وتتعامل ان هي واحدة من بناتك. لكن طول ما انتي ما بتتعامليش ان هي واحدة من بناتك، هي كمان يوم لما انتي تتعبي هي مش هتشيلك. واعرفي ان من معالم رجولة ابنك ان هو يتقي الله في مراته، مش ان هو يجي على مراته. يوم لما ابنك يتقي الله في مراته، اعرفي ان انتي ربيتي راجل، غير كده يبقى لا. لو مش هتعرفي تربي راجل ما تجوزيهوش، خليه قاعد جنبك. استنوني في فيديو تاني وهنكمل حاجات اكتر بكتير. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.